عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا مباشرة من الجزائر. وفي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يحضر معنا الآن قامة من قامات أو من علماء الجزائر، الأستاذ الشيخ محمد مكركب. مرحبا، أهلا وسهلا بك في جمعيتك. خلينا كلمة على حدث اليوم، وكلمة موجهة خاصة للشباب للتطوع في مثل هذه الجمعيات الراقية، وطبعا التي لها تاريخ كبير وباع في الجزائر. شكرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى، اليوم الثالث من الشهر الثاني من عام 2024 للميلاد، الموافق للثاني والعشرين من شهر رجب 1445 هجرية، حضرنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذه الندوة العلمية الروحية الإيمانية، لقاء في يوم دراسي خاص ومتميز أقامته شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لولاية البليدة من أجل هدفين أساسيين. الهدف الأول هو دراسة تقييمية وتقويمية لمسيرة جمعية العلماء على مستوى ولاية البليدة، في لقاء مع شعب البلديات، مع إطارات الجمعية وأئمة ودكاترة وعلماء وأساتذة الجمعية في ولاية البليدة. والهدف الثاني هو تكريم المحسنين الذين يقفون بجانب الجمعية، الذين يمدون الجمعية بما أمدهم الله وبما رزقهم من فضله سبحانه وتعالى. فكان من بينهم تكريم الأخ بلقاسم دربال حفظه الله، الذي وفقه الله لأن يتبرع ويتطوع ويتصدق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالقطعة الأرضية التي يقام عليها المركب الثقافي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نقول بأن الهدف العام أيضا هو من أجل بناء الجانب الروحي والجانب الثقافي والجانب المعرفي معنا فيما بيننا، لتمتين وتقوية روابط العلاقة التعاونية الجماعية. فكنا قدمنا كلمة تحت عنوان الجانب الروحي الجمعوي والجماعي والاجتماعي، من حيث التنسيق، من حيث التعاون على البر والتقوى، من حيث التعاون في مجال القيادة والانقياد، وفي مجال التطبيقات العملية لمواصلة مسيرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أقول كلمتين بإذن الله تبارك وتعالى لشبابنا الجزائري. إذا كان الشيوخ قديما رفقة الإمام عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي وغيرهم والعربي التبسي وغيرهم من العلماء، إذا كانوا مهدوا الطريق ووضعوا الحجر الأساس ورفعوا قواعد هذا البيت العظيم اللي هو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فإن مشعل المسيرة والآن يعني الرسالة وأمانة الرسالة بين أيديكم أيها الشباب المثقف، الشباب الجامعي، الشباب الذين يكونون هم مفاتيح المستقبل للأمة الإسلامية. تعالوا جميعا في مسيرة وفي موكب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي تعتبر الجوهر المحرك للثقافة والدعوة في جزائرنا الحبيبة. شكرا للإخوان العاملين في شعبة جمعية العلماء لولاية البليدة وللمكتب الولائي، ولا ننسى رجال الإعلام في هذه الجمعية المشرفون الذين يشرفون على صفحة الجمعية وعلى إيصال الكلمات التي نرجو من خلالها أن يمد كل محسن وكل قادر على العمل
لرفع مكانة الجزائر عن طريق رفع مكانة جمعية العلماء المسلمين. شكرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة من الله تعالى وبركاته. إذا كانت هذه رسالة الشيخ الأستاذ المعلم والقدوة دائما وأبدا الشيخ مكركب إلى الشباب الذين هم مدعوون للانخراط في هذه الجمعية وللانخراط في كل ما هو جميل. في الأخير ما عسانا إلا أن نقول أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإسلام ديننا، العربية لغتنا، والجزائر وطننا. في أمان الرحمن، سلام.